تمام. اتعبوا. اكو مثل يقول تتعب تربح، مو تلعب شلون؟ تتعب 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 تلعب. تتعب تلعب. السلام عليكم. شلونكم عيني؟ شو اخباركم؟ أموركم؟ موضوعنا اليوم عن سافر انت لست شجرة ايه اللجوء الى المانيا. نفس اسمها مكتوب العنوان، اللجوء الى المانيا، سافر انت لست شجرة. اليوم راح نحكي لكم موضوع شلون تريد توصل هدف، يعني مو يكون الا توصل المانيا او توصل اي دولة ببالك. انا راح اعطيك طريقة تنجح بيها، وبنفس الوقت راح ناخذكم جوله ويانا احنا طالعين على شتات. ايه احنا نفتر نحكي لكم. باي باي. خليكم ويانا. هسه راح يجي الباص وراح نصعد الباص ونطلع المدينه ونروح نفطر ونشوفكم الجوله. شوفوا الاجواء اليوم اجواء ما شاء الله اليوم شمس عاليه. والله نرقص مشتاقين له قسم بالله مشتاقين له فول يعني بس شو نسوي؟ احنا مو وجه النعمه، احنا بالصيف شو نريد؟ يريد يجي الشتاء وبالشتاء يريد يرجع الصيف. حيرين بزماننا. هاي المنطقة اللي نوقف فيها ننتظر الباص، وهذا الباص جاء. طبعا احنا راح نضطر انه نسد الفيديو حتى نصعد، اللي نحط ماسك وهاي عادي يعني ممنوع. احنا بالمقاطع اللي ساكنين بيها اذا مو ماسك ما تقدر لا تصعد ولا شيء. وانا ما عندي ماسكه طبعا. بس اللي يشوفني من عينتين ابو الباص اللي نزلنا بش اسمه. اي والله اوف اللي نزلنا. شوف خلينا نشوفكم الاجواء. شوفوا الاجواء اليوم. الاجواء شيء غلط ابد، فد شيء والله. هاي شوف دق الشمس ما شاء الله. الرح بي مشتاقين والله اقسم بالله. اي ابو الصوف شوف ابوسنا قسم جمال. بالله ابوسنا ماكو هيجي والله ما شايفين الشمس. اي انا صاير 3 اشهر و4 يعني من طلعت من العراق شفت الشمس يمكن 3 مرات لو 4. اول ما جيت كان زين يعني الجو، بس ورا فتره ورا شهر هيجي 15 يوم قلبت يعني. انا من طلعت من العراق صيف ما شفت. الشتاء هنا يمنا، الشتاء كله الشتاء يمنا دائما ما بي شمس، قليل هي تطلع الشمس يعني، بس تطلع بصدف يعني. عندك بالصيف، والصيف هنا حلو بصراحه. ذاك الصيف اللي مر كان شويه حار، بس ان شاء الله هذا الصيف اللي جاي. خلينا نشوفكم هاي المنطقه. هاي المنطقه مالتنا طبعا فد شيء خرافي خيالي. هاي منطقه ابل هايم اللي مقاطعه بادن وفوتنبرغ، اذا ما اعرف اذا لفظتها صح او صح. ايه بادن فوتنبرغ. صاعدين حاليا بالباص وننتظر شيء تقريبا 10 دقائق. بعدين نجي نصور هاي المقبره، نجي نصورها تصوير فلوق واحد. نشوفكم الحيوانات اللي مدفونه واحد، ونشوفكم البشر مدفونين واحد وكله. طبعا هنا حتى القبر والارض اللي يندفن بيها غاليه مو ببلاش، وتدفع عليها ضريبه كل سنه، تدفع عليها ضريبه يعني لا تموت هنا المفروض ما لا تموت. يباك موت. ماكو شيء يجي بدون تعب، لازم تتعب، اجباري تتعب، وماكو شيء مستحيل صح؟ ابدا شيء اذا عندك حلم براسك او فد شغله تريد تسويها تصير، بس بتعب. تمام. اتعبوا. اكو مثل يقول تتعب تربح، مو تلعب شلون؟ تتعب تتعب تلعب. تتعب تلعب. تمام. فاتعب حتى تلعب. اني جاي انطيكم نصيحه انه انت لازم توصل الفكره لكم حتى تتابعني انت انستغرام، وراح احكي لكم هواي امور اقدر اساعدكم بيها وشلون توصلون. اذا ما راح تجي لي الانستغرام ما راح تستفاد كل شيء، لان انا ما انزل شيء على اليوتيوب بخصوص هاي الامور. هنا ننتظر شتغاسبان اللي هو قطار الشارع، ننتظره يجي. ظل تقريبا 3 دقائق لو دقيقتين ويجي نصعد بيه ونطلع للمدينه. لان هاي احنا تعتبر قريه، مو قريه، شو نقول، ناحيه على المدينه 5 دقائق. ايه على المدينه تقريبا 5 دقائق. ويمنا شفتوا هذا هو الشتغاسبان اللي هو قطار الشارع اللي يمشي بالمدينه فقط. نروح نصعد. تعال على خير تعال. وهاي الماكينه للتيكت.
Richtung links. لا ماسك، لا قانون، لا دنيا، كاينة ماسك مفهوم غدا. اليوم الاشتات ما شاء الله على مود طالع الشمس. اليوم اكو حركة بالاشتات، اني كل يوم اجي ما الاقي احد والله. تمام. ايه كان وصل سنتر هايدلبرغ. يلا خلينا ننزل. طبعا هاي الحديقة مال التشتات داخل المدينة، وذاك النهر وذيك ذاك الجانب جانب ثاني. شلون رصافة والكرخ نفس الشيء، بس هو مو كلش نهر كبير يعني طبيعي. ابو الصوف، ايه اريد اسالك كم سؤال خلي الشباب يستفادون من عندك. نعم انا حاضر. هو كم المدة اللي وصلت بيها من العراق لألمانيا؟ كم يوم؟ انا طلعت يوم 11 يوم. 11 يوم؟ نعم 11 يوم 11 من يمكن هو الوحيد اللي وصل بهاي الفترة. من 11 بغداد يوم لبرلين. مستحيل، والله مستحيل 11 يوم يوصل ألمانيا من بغداد لبرلين. والله كفو. طبعا هاي توفيق تعتمد رب العالمين، توفيق رب العالمين. اول عافية. شغله توفيق هاي رب تعتمد العالمين. على توفيق الشغله من الله. الثانيه يعني الحمد لله والشكر. هاي من طلعت امي كانت راضيه، وهاي يعني هي كانت ما راضيه، بس انا قنعتها انه اقتنعت وخلص. يعني طلعت بعد خلص انه اقتنعت، بحيث هي قامت تدعي لي بالطريق، والحمد لله والشكر الله وفقني على المبدا. وشغله ثانيه يعني الاراده. انا مرتين فشلت بالطريق. هاي 11 يوم يعني انا مو 11 يوم قبل، هاي 11 يوم مو كلها قبل وصلت بيها. طبعا انا عانيت مرتين من 3 ايام من الغابه، ولزمت مره من البوليس البولندي. اوكي اقطع. انا ما اريد بهاي الامور، بعدين نحكيها باللايف. انا قلت باللايف انا جاي اسالك كم سؤال يريد نختصرها بالفيديو حتى يستفادون هم، لان اذا راح تحكي لهم هم كل هاي السوالف يسمعونها، مالي يروح بالغابه ويتعذب ويمسك وما اعرف شنو ويروح ودي. كلها الشباب اللي يريد يطلع شايف هاي الشغلات. قلت لي 11 يوم تمام. ال 11 يوم اللي قضيتها باكثر شيء يعني تاخرت بيها بيا دوله. قصدك كمرحله تاخرت بمرحله بيلاروسيا. طبعا هي بيلاروسيا بولندا هي الطامه الكبرى. راح يحكي اي شيء شافه مقابل عينه، راح يحكي لكم اياه بالضبط، وما راح يختلف وياكم بحرف واحد حتى تستفادون وتصير لكم عبره عبره لكم واللي يجي وراكم، لان هاي طريق حياه ناس. انا شفت، انا قلت لكم صاحبي يتوفى الله يرحمه، فعلى هذا المبدا مشيت. وانا مشيت على مبدا انه خلاص انه فلان يحكي وفلان يحكي وفلان يحكي، اسمع منه ومنات، اجمع معلومات. فاغلبيتها كانت غلط يعني، والله يسامح من ذول اللي يسوون هالشغلات. والله العظيم يعني انا اقول لك، هذا اللي يجي يقول لك كانوا يعطوني بيت ويعطوني مدري شنو، هاي السوالف كلها يعني اوكي. انت بعدين يعني انت اذا ما تتعب ماكو شيء. تتعب تلعب مو واحد ترى. يعني مو تفكرون انه تجي لالمانيا انه راح يعطونك بيت ويعطونك راس مال. وهذا مو راتب، مساعدات يعني. لا يعني لا تفكرون هذا مو راتب وتتعب. هنا المانيا تعب، لازم تتعب على نفسك. اذا ما تتعب نصيحه لوجه الله. يحكي لكم الطريق انه هيك وهيك وما اعرف شنو، والله يمكن 90% كذب و10% صح. تمام. انا شفت هذا الشيء صحيح. يعني انت اذا تريد تطلع فكر انه هذا طريق هجره. الطريق الهجره مو سهل، والله مو سهل. مهما كان بتخيلاتك وتسمع انه هذا الطريق سهل وما اعرف شنو، ماكو شيء بدون تعب ابد. فحاولوا انه شويه تديرون بالكم ورتبوا اموركم واطلعوا. سافر انت لست شجره، احنا قلناها بالعنوان. اطلع سافر روح اي دوله تعجبك، اي دوله ترتاح بيها انت اطلع. مو شرط الا تكون المانيا، مو شرط تكون بولندا، بلجيكا، بكيفك انت سافر. المهم السافر خلاص. بعد انتم شو تريدون نحكي لكم شلون الطريق وشلون مصطفى. ادرس وتعلم، تعلموا اللغه بالعراق، تعلموا الدوله اللي انت رايح عليها، اللي هي انت مخليها متخيلاتك وببالك. ادرسها وانت قاعد ببيتك على اليوتيوب. ادرس على اليوتيوب، ادرس اللغه
يعني اللغة سلاحك، وين ما تروح اللغة سلاحك. سنة ونص، سنتين، انت بهاي الدراسة لو سنتين تدرس بمكان ما تفكر انه جاي تفكر انه تريد تطلع وانت ما طالع، انت بس انت تقرا، انت تجي هنا تطور نفسك. ليش؟ انت راح تجي هنا اولا سنتين من حياتك رايحة، ليش؟ رايحة على اللغة. انت بينما انت ببلدك بمكان ما تفكر بالطلعة، فكر بالدراسة، ادرس، خطط واطلع قبل مباشرة. فنصيحة، اللغة أهم شغلة قبل ما تسوي حتى كل شيء، قبل ما تطلع أصلاً سوي اللغة. طريق الهجرة هسترة، يدمر نفسيتك ويدمر حتى حياتك.